غادي نبداو بواحد الصوره ديال الظلم. واحد المواطن تعرض ليها وبقى مكتوف الايدي، ما عرفش كيفاش يدير يدافع على راسو. تعرض للظلم وهو كيمارس واحد العمل تجاري. تعرض للظلم من قبل الناس اللي مفروض انهم كيحرصوا على انفاذ القانون، مفروض انهم خصهم يرفعوا الظلم على الناس، ماشي يمارسوا عليهم الظلم. طبعا لما غادي نتكلموا الان على بعض الاجهزه لا نعمم. الا تكلمنا على الدرك الملكي، الا تكلمنا على الامن الوطني، الا تكلمنا على القطاع الطبي والمكونات ديالو، اداريه، ممرضات، ممرضين، طبيبات، اطباء، الا تكلمنا على اي مجال من المجالات وحنا كنعالجوا هذا الموضوع ديال الظلم، فنحن لا نعمم. كاين ناس خايبين ما عندهم ضمير في كل هاد الاجسام، كاع هاد لي كور، وكاينين الناس اللي عندهم ضمير وكيخدموا من قلبهم وكيحبوا الوطن ديالهم. فإلا سمعتوا شي واحد خايب في هذه الحلقه فكنتكلموا على هذوك الخايبين، وهذا ما كاين فيش انه كاين المزيانين، حتى لا يقال على برنامج حضر راسك انه يتحامل على جهه من الجهات. النموذج الان اللي غادي نستمعوا ليه، البطل ديالو او الابطال ديالو رجال امن. هاد رجال الامن اللي مفروض انهم يحميوا المواطن من الظلم، ولكن من اجل مصالحهم الخاصه كيمارسوا الظلم على المواطن. وهذا نموذج نستمعوا له وغادي يكون لنا تعليق بعد حين. تعرضت واحد النهار لواحد الظلم ما قلت حتى لواحد، خليته مكتوم في قلبي وسكت. ديك الشرطه ديال لي موطور كيدوروا تماك، هبطوا على واحد جوج قهاوي، يعني حنا عندنا 3 القهاوي تقريبا، قهوه واحده قهوه واحد الناس تماك، هبطوا على واحد جوج قهاوي حبسين الماطر الناس مقهويين قدامهم. يعني نقدر نقول لك هذيك القهوه الاولى محبسه واحد 50 موطور قدامها، والقهوه الثانيه تكون محبسه واحد 70 موطور، والقهوه ديالي حداهم محبسين عندي الناس 5 الماطر بالحساب. دازوا دوك القهاوي ما دازوش الاولى، دازوا الثانيه. ايوا خرج عندهم من القهوه سلم عليهم السلام من الحنك للحنك طان وهبطوا عندي نيشان، وقفوا على دوك 5 الماطر. السلام عليكم، الوراق ديال الماطر، شكون هاد مالي الماطر، شكون ناضوا الناس عندهم عاديين، انا مولاه الاخر، انا مولاه الاخر. مريق لي الامور ديالهم، قال لي اخويا عندك بروسي 3000 ريال حاطه في الرصيف، وهذيك البلاصه ما عندها علاقه بالرصيف نهائيا، يعني مساحه بشار مني ما بغا يدوز بحال تقول تيرا. والناس اللي قدامي في القهوه ونفاس معايا هما اللي جاو في الطريق تقريبا سبحان الله العظيم، وقيدوا لهم 3000 ريال الواحد بخمسه. وشت عييت انا، ما يمكنليش ندخل، يعني عندي قهوه، حكم عندي قهوه ما يمكنليش ندخل، عاد تدخل ما راك عارف يصيدوك ولا بقيت كنشوف ذاك الظلم خليته. وهي ديك سولت الناس قلت لهم زعما علاش خلصتوها، ما فهمتش. قال لك تخلص ولا ندير، وخلص. ورغم ذلك هذوك اللي خلصوا شافوهم اللي وقفوا قدام القهوه وسلموا على السيد وهبطوا، وقالوا لي علاش هذاك فلان ما حضروش. ايوا قلت ليه هذاك فلان راه ديما يوميا كيجي يفطروا تما، ما يمكنش يهضروا يوميا كيفطروا تما كل نهار، وفي العشيه يدوا القهاوي يدوا القراعيد الماء. ايوا كيفاش يهضروا معاه، ما يمكنش. وهذوك الخمسه دابا فاش بقى فيا الحال انايا اقسم بالله الا ولاو تيمشيو لهذيك القهوه وكيجلسوا طول الماطر وكيجلسوا. وكون كان عندي القادر كيفاش نوصلهم، والله القاسم ما نزقلهمش ما نرحمهمش هذاك الديفو اللي داروا. كان الناس اللي كانوا جالسين وتقيد لهم بروسي هما يصرحوا بهذا الشيء اللي قلت بالضبط. شافوا المنظر تا هما، كان سلم عليهم الحنك وهبطوا لهنايا. والله ولكن ما عندي جهد، ما دريويش وداخل سوق راسي وما قاريش بزاف الامور، خدامين داخلين سوق راسنا كنتقادوا مع الوقت. ولا اله الا الله وصافي، وتبارك الله عليك، الله يدير شي تاويل ديال الخير، ما بقى ماهيش لا حول ولا قوه الا بالله. بحال قلت قبل حين، لما كنتكلموا على الظلم ولما كنتكلموا على بعض نساء ورجال الامن من عديمي الضمير، هذا ما كيعنيش ان كل نساء الامن ورجال الامن الوطني ما عندهمش ضمير. كاين الناس اللي كيخدموا بقلبهم وكيتمحنوا وكيتعذبوا الله يحسن عوانهم، ولكن كاين منهم البعض الذين يسيئون لهذا الجسم. وكطالعنا طبعا الاخبار وكطالعنا التقارير من الاداره العامه للامن الوطني على انزال عقوبات بواحد العدد من نساء ورجال الامن اللي ما كيحترموا شيء القدسيه ديال المهنه اللي كيمارسوا. اذا لا حنا كنتكلموا على هذا الموضوع ما كنجيبوش شي حاجه من عندنا.
البرنامج توصل بواحد المجموعه كبيره ديال الشكايات من قبل واحد المجموعه ديال الاشخاص، خصوصا في السدود القضائيه لي باراج. كيقول لك حنا كنكونوا غاديين في الطريق ديالنا داخل المجال الحضاري كنلقاو باراج، وانتم كتعرفوا عندنا هذه القضيه ديال البراجات بزاف في البلاد. اخر واحد قال لي انا كنسوق سياره نفعيه اللي كنعيطوا ليها الهوندا، كيدي فيها سليعه، كينقل رحيل، ما يعني كيخدم اموره القانونيه مضبوط 100%. وقفوه في واحد البراج، السلام عليكم. وعليكم السلام. الوريقات ديالو ضابط اموراته، اوراقو كلهم مضبوطين، ما عنده حتى شي مشكل. قال لك ما لقاوش منين يدوزوا ليا، بداو كيدوروا بالطوموبيل بهذيك السياره النفعيه، بداو كيدوروا على وعسى لقاو شي حاجه ماشي هي هذيك، ما لقاو والو. قال لك في الاخير جا عندي قال لي الريتروفيزور عندك ماشي هو هذاك. قال له حنا راه اصلا الريتروفيزور ما كنحتاجوش لان راه مسدود هذاك اللور، وكنهزو تما الرحيل، كنهزو السلعه، حنا كنخدموا المرايات ديال الجناب، عمرنا كنستعملوا المرايات ديال الريتروفيزور، ديك المرآة العاكسه اللي كتكون وسط السياره ما كنستعملوهاش. قال له لا، مخالفه. قال لك هذيك المخالفه باش يدي مني 150 درهم، ولكن قال لك انا هو السبب. قلت له بحالاش؟ علاش انت هو السبب؟ قال لك انا اللي صرفت ليهم. قلت له بحالاش؟ كيفاش صرفتي ليهم؟ قال لك بغاو ياخذوا شي رشوه من عند شي واحد وخصهم الصرف، وجاو عندي وصرفت ليهم، وملي جبت الفلوس شافوهم وطمعوا حتى في الفلوس اللي عندي. للاسف كاين بعض النساء ورجال الامن المرتشيات والمرتشين، ما نكذبوش ولا نخبيو، والاداره ديال الامن الوطني راه كتعطينا تقارير في هذا الباب وكتعاقب المرتشين. وطبعا الجهاز ديال الامن الحمد لله فيه تطور كبير وتصلح بواحد الشكل كبير، وكاين واحد الان واحد العلاقه رائعه ما بين المواطنين والاداره ديال الامن، يعني هذا الجسم ديال الامن الوطني، وكاين ابواب مفتوحه، كاين اشياء جميله كتفرحنا في بلادنا. ولكن كاين بعض النماذج المنتميه لهذه الاسره ديال الامن الوطني الرائعه التي تسيء ليلها. على هادوك كنهضروا، وعلى هادوك بغينا ننبهوا، وبغينا نقولوا الاداره العامه للامن الوطني، المفتشين النزهاء، باقي عندكم ما ديروا، باقي الخدمه بزاف باش نقيو هذا الجهاز. ما غنوصلوش ل100% لاننا حنا ماشي في المدينه الفاضله، ما نكذبوش على راسنا، ولكن على الاقل نوصلوا لشي نسبه مئويه عاليه جدا. وبارك علينا من هادوك اللي مدخلين الرشوه في الحساب الشهري ديالو، كياخذ الصالير قدا وقدا، داير كريدي، عنده مصاريف، كيدخل الرشوه حتى هي شحال نصور فيها، وكيقلب على البلايص اللي فيهم الجميله بحال كنقولوا. فبارك علينا من هاد الظلمه لانهم كيظلموا الناس، بارك علينا منهم. احضي راسك.